كتبوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت
فافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويميت وإليه ترجعون أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل لكم عمل ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله يسلم على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الجنة وإنهم إلا يخرجون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض لكم في ختام الجهاد يقولون على الله ما لا تعلمون الذين يفترون على الله الكذب ولا يفلحون وسعوا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة تبتغوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كان ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
من